شكرا للجميع، شكرا للمكتب الجهوي على هذا النشاط العلمي اللي نقدموا ونستفدوا حتى حنا من الفلاحه ونعرفوا اسرارها وخباياها. تنشكروا الدكتور دريس علوي على المحاضره ديالو القيمه. انا الحقيقه في حيره من ناحيه تنشوف في الاسواق عندنا لافوكا داك السي فوي عاوتاني ديال بحال تيخلع الفلاح التراب، وفي التالي تنهضروا على الماء. اذا واش كاينه ايادي اللي تتلعب بالفرصه المائيه في المغرب؟ وهذا تتمثيل هذا النوع اللي تيطلب استنزاف الفرصه الارضيه كما استنزفت فرص ارضيه في الاردن وفي فلسطين وفي مصر الى غير ذلك. هذا تساؤل. من ناحيه ديال الاستدامه، دابا حنا ملي تنقولوا بان على حسب الاحصائيات نتاع 2024 تيقولوا بان الكميه ديال تساقطات الامطار وصلت ل 67% الخطر. هذا البديل ديالها هو قلنا تحليه مياه البحر. هاد تحليه مياه البحر كيف تتمر؟ واش بخواص، واش بشركات عموميه، واش بصفقات واضحه الى غير ذلك؟ ومن اللي يستفيد منها؟ ثاني حاجه سؤال الدكتور دريس، وهو شنو هي الزراعات المستدامه اللي خصنا نشجعوها باش حنا ما نتقطعوش في السوق ونلقاو ما ناكلو، وما نمشيوش لواحد الامور اخرى اللي هي ماشي من الاولويات، هي من الثانويات. وشكرا.